عاوز يقول لك هنا ايه بقى يا سيدي؟ تعالى كده نعمل برين ستورم كده الاول. احنا بنتكلم عن سوق العمل، قول هناخد شويه مصطلحات خاصه بسوق العمل في البيزنس الحالي. خلي بالك، صلي على رسول الله. عندنا كلمه كمباني بقى ليها بدائل كتير. تسمع ايه تاني؟ كلمات بمعنى شركات، مؤسسات. ستارت اب للشركه الصغيره اللي لسه صغيره. في برضه فيرم، FIRM، برضه شركه صغيره لسه ناشئه. ايه كمان؟ النهارده MTC اللي احنا فيها اسمها educational institution، يعني مؤسسه تعليميه. فبدل ما اقول لك الشركات يقول لك الانستتيوشنز، يعني المؤسسات. واحد يقول لك هو انت شغال حر ولا شغال في كوربوريت؟ صح؟ فكلمه كوربوريت كمان يعني شركه بقى ولا مصنع ولا بنك، ايا كان مؤسسه. طب وكلمه organization، مؤسسات ومنظمات وحاجات زي كده. والنهارده كمان عندي كلمه بيزنس، يقول لك هيفتح بيزنس. فلما يقولوا بيزنسز يعني قصده الشركات. كلمه بيزنسز كمان اقول لك البيزنسز نيد كواليفايد ستاف. قصده ايه بيزنسز هنا؟ الشركات، صح ولا لا؟ يبقى انا عندي هنا كلمه بيزنس، عندي كلمه كلمه كوربوريت، عندي كلمه انس، بس اوعى الفحت اللي تقع ايه تحت. انستتيوشن يعني مؤسسه، اقول وافتكرها MTC is an educational institution، هي مؤسسه تعليميه. في كلمه تانية اسمها institute، معهد، ملهاش علاقه بالموضوع. المعهد العالي اللي مش عارف ايه، معهد انستيتيوت. تمام؟ طيب معاك ايه بقى تاني يا سيدي؟ كلمه organization، وهنزود ستارت اب ونزود فيرم. وما نخلطش don't confuse institution بكلمه institute اللي هي بمعنى معهد. صلي على رسول الله.